اهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو الكروشيه. لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طاقية للبيبي. طاقية سهلة وبسيطة جدا للمبتدئين. ميزة الطاقية دي انها بتحسيها بتلبس كل المقاسات، لان بيبقى ده شكلها وبيتحط فيه الجزء ده حاجة تلمها، شريط ستان، استك مبطط يكون رفيع، اي حاجة تلمها، فبتبقى وهي ملبوسة على قد الراس بتبقى بالمنظر ده، بتبقى شكلها لذيذ قوي يعني لطيفة، وهي سهلة جدا وبسيطة. انا عملت الورود دي في الفيديوهات اللي قبل ما اعمل الطاقية، وهعمل معاكي دلوقتي الطاقية. كل اللي هعوزه انا هعمله دلوقتي من سن 0 لسنة. هستخدم اقل من البقرة، يعني اقل من الشلة دي هيتبقى معايا جزء، يعني مش هكمل الشلة دي اصلا. هبدأ معاكي على طول ونشوف هنعملها ازاي. استخدمت إبرة رقم 3. تمام. وهبدأ معاكي أعمل أو أشتغل الدايرة اللي هي في النص دي. تمام. سامحوني على الصوت، معلش بردانة. طيب، هشتغل السلسلة الأولانية اللي هي عبارة عن 5، 1 2 3 4 5 سلسلة، وهبدأ أدخل في أول سلسلة اشتغلتها بمنزلقة، وارتفع 1 2 سلسلة، وأبدأ أدخل في الداير 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 5 لو بتشتغليها لسن سنة تشتغلي 12 عمود، لو بتشتغليها لسن 2 سنين هتشتغلي هنا 15 عمود. تمام، ده الفرق بس. وهنقفل في أول عمود بمنزلقة، وهبدأ أعمل التزايد بتاعي 1 2 3. ده ارتفاع 3 سلاسل، بعتبره دايما عمود، وبدخل في نفس المكان كده، وهبدأ أدخل في كل مكان هيقابلني مرتين. تمام، يعني هدخل في كل سلسلة هتقابلني 2 عمود بلفة في مكان واحد. كده أنا بعمل تزايد في أول سطر بعد البداية. تمام، في كل سلسلة هتقابلني هدخل في كل فراغ زي ده كده، هدخل مرتين عمود بلفة، ادي 1 وادي التاني. هكمل بنفس الطريقة ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده كملت السطر الاخر. تمام، وهقفله في اول عمود بمنزلقة. ماشي، وهبدأ ارتفع 1 2 3 سلسلة، في نفس المكان هدخل عمود بلفة، واللي وراه عمود 1، والفراغ اللي وراه 2 عمود في مكان واحد، ادي 1 2، واللي وراه عمود 1.
واللي وراه 2 عمود في مكان واحد، 1 2، وهكذا لحد نهاية السطر. هكمل بنفس الطريقة، عمودين عمود، عمودين عمود، وهكذا، ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر بتاعي لحد الاخر، وهقفله في اول عمود بمنزلقة. تمام. هعمل ايه؟ ارتفاع 1 2 3، وده اخر سطر في الدايرة بتاعتي. تمام. وهدخل في نفس المكان مرة تاني، وبعد كده عمود في الفراغ اللي بعده. تمام. واللي وراه عمود برضو في الفراغ اللي بعده، واللي وراه عمودين في مكان واحد، 1 2، واللي وراه عمود، واللي وراه عمود برضو، واللي بعده عمودين في مكان واحد، وهكذا لحد نهاية السطر. وارجع عشان نشوف هنكمل الطاقية بتاعتنا ازاي. كده خلصت السطر لحد الاخر، وهقفله معاكي بمنزلقة. وده اخر سطر. تمام. لما تعوزي تشتغلي لسنة، يعني مثلا انا شغالة لسن مثلا 2 سنين. تمام. لو عايزاها لسن 3 سنين تزودي سطر. انا شغالة بخيط سميك، لو انت شغالة بخيط رفيع زودي سطرين بنفس طريقة التزايد. تمام. طيب خيطي انا سميك، فلو عايزة زيادة سنة تزودي سطر على الدايرة بتاعتك. تمام. يعني تكبري الدايرة بسطر واحد. خيطك رفيع هتزودي سطرين فيهم تزايد زي ما اتفقنا. طيب انا استكفيت كده. تمام. بعدد الاسطر ده اللي هي البداية، وواحد 2 3 اسطر بعد دايرة البداية. هبدأ اشتغل في الجزء الثاني، فهرتفع 1 2 3، هبدأ اعمل الصدفة. تمام. هشتغل 2 عمود بلفة. تمام. ارتفاع 2، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة مرة تاني. كده. بعد كده هفوت 1 2 3، وفي الرابع هنا هبدأ أعمل صدفة جديدة، سلسلة أو عمود بلفة، 2 عمود بلفة، ارتفاع 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة تاني، 1 2. تمام. هكمل كده لباقي السطر كله، ونرجع عشان نشوف هنشتغل او نكمل ازاي. كده كملت السطر. تمام لحد الاخر، وهقفل في اول عمود عملته منزلقة كده، وادخل مرة تاني منزلقة هنا،
وادخل في الفراغ الواسع ده كمان منزلقة كده، وابدأ شغلي. وطول الوقت القفلة بتاعتي هتكون نفس الطريقة، منزلقة في منزلقة في منزلقة في النص. يعني دايما هبدأ في كل سطر هيخلص هعمل نفس القفلة، وابدأ من هنا ارتفع 1 2 3 سلسلة، وابدأ اعمل الصدفة بتاعتي 2 عمود بلفة، ارتفاع 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة. تمام كده الموضوع بقى اسهل بكتير، لاني هشتغل فوق كل صدفة صدفة. خلاص يعني انا هشتغل هنا في الفراغ الواسع صدفة تاني، وهكذا لحد نهاية السطر. ونهاية السطر هقفلها زي ما قفلتها معاكي حالا، وابدأ من منتصف او الجزء الواسع من الصدفة، وهكذا، وهرتفع الارتفاع اللي انا عايزاه. طيب انا هرتفع هنا عدد الاسطر اللي تلزمني، اللي هي مش هعدها بالارقام. يعني مش هقول انا اشتغلت هنا 1 2 3 4 5 6. تمام. ممكن اعملها كده جدا، وممكن اعملها بالسنتيمتر تكون احسن، عشان نوع الخيط اكيد بتاعك هيكون غير بتاعي. تمام. فانا هقولك الاتنين. يعني انا هنا عاملاها لسن 3 سنين، فاشتغلت 6 اسطر. تمام. انا هنا هشتغل 5 اسطر، بدأت معاكي بواحد وادي التاني. طيب تعالي نقول بالسنتيمتر او المسطرة زي السنتيمتر. تمام. الارتفاع ده 10 سنتي. تمام. المفروض هنا هيكون يا 9 يا 8.5، يبقى تمام جدا الارتفاع بتاعها، يعني من 8 ل9. اوكي. طيب انا هكمل شغلي وعدد اسطر بتاعتي في الطاقية بتاعتي، وارجع عشان نبدأ نقفل الجزء الاخير مع بعض. خدي بالك من حاجة، كل ما تعوزي سن أكبر هتزودي زي ما اتفقنا 1 إلى 2 سنتي، ده الكبير بتاعك، أو سطر لو بتشتغلي بخيط سميك، أو سطرين لو بتشتغلي بخيط رفيع. ده المعدل اللي كلنا بنشتغل بيه كروشيه أو تريكو، يعني القصة واحدة. تمام. هكمل الأسطر بتاعتي وارجع كده. خلصت عدد الأسطر بتاعي، وهبدأ أشتغل في السطر اللي هو باللون الأبيض. فهدخل هنا منزلقة. تمام. وأخرج الخيط اللي لونه أبيض، ارتفع بيه 3 سلسلة، وهقص الخيط اللي هو باللون بتاعي الأساسي. تمام. وأبدأ أشتغل. هدخل في الفراغ الواسع 2 عمود بلفة كده. تمام. وهبدأ أشتغل فوق كل عمود عمود، يعني كده 1 2 3. قابلني الفراغ اشتغل جواه 1 2 كده، وهكمل فوق كل عمود عمود 1 2 3 4. وهيقابلني الفراغ الواسع هدخل فيه 2، وهكذا لحد نهاية السطر. هرجع عشان نشوف هنكمل ازاي. كده خلصت السطر بتاعي.
وصلت للآخر هقفل في أول عمود من فوق كده بمنزلقة، ارتفع سلسلة وأبدأ أقص الفتلة بتاعتي، وهبدأ أعمل الجزء ده تمام اللي هو عامل زي المروحة. هدخل في فراغ تمام، وأبدأ أسحب الخيط بتاعي، 1 2 3 4 5 6 تمام، وأفوت 1 2 3 4، وفي الخامس هنا أعمل غرزة حشو كده، وبعدين 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. هعمل كده لحد ما اخلص السطر وارجع لك. خلصت كده السطر بتاعي وهقفله تمام، وهدخل في الفراغ ده وهبدأ ارتفع 1 2 3، وابدأ اشتغل 2 عمود بلفة، 3 4 5 6 7 8 9 تمام. ممكن تخليهم 7 على فكرة، عدد العمود بلفة اللي أنا عملته ممكن يبقوا 7 أو 9 أيا كان. هدخل في الجزء ده حشو، لفة على الإبرة، وهبدأ أشتغل هنا 9 عمود بلفة، واللي وراه حشو، وهكذا. يعني واحدة هشتغل فيها 9 عمود بلفة، واللي وراها هتكون غرزة حشو بس تمام. لآخر السطر هعمل بنفس الطريقة تمام، وارجع لك هنا حشو كده. خلصت السطر لحد الاخر، هعمل هنا حشو وادخل في اول عمود منزلقة تمام. هعمل اخر سطر اللي هو ده سهل قوي كله حشو. خدت يجي نص بكرة زي ما قلنا اهو، وادي الباقي بتاعها تمام. طيب هعمل بقى السطر الاخير اللي هو الحشو. هدخل هنا تمام، واسحب اللون بتاعي
ارتفع وابدأ اشتغل في كل مكان هيقابلني حشو، بس كده. تمام. والخيوط دي تحت عشان هشتغل فوقيها اداريها، وفي نفس الوقت هبقى اقص الزيادة اللي فيها. هشتغل لنهاية السطر فوق كل عمود حشو، وفي الاخر منزلقة، وهقفل السطر بتاعي وخلاص على كده. بعمل حرف بس ليها شكله حلو. تمام. اهو حتى في الجزء ده حشو في الداير بأكمله. تمام. طيب هكمل لباقي السطر بنفس الطريقة. تمام. وهتكون كده الطاقية خلصت معايا. يا رب تكون سهلة وبسيطة. اهو شكلها اهو. وزي ما اتفقنا بيتحط في الجزء ده استك او شريط ستان تلم الجزء ده، ويبقى منظرها زي ما اتفقنا شكله لذيذ كده. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. اهلا وسهلا بيكم على قناة دودي شو للكروشيه. لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة للأطفال تناسب سن 3 سنين 4 سنين وممكن كمان 5 سنين. تمام. شنطة لذيذة قوي وسهلة جدا، كلها بغرزة الحشو. هنعمل القاعدة البيضاوي بتاعتنا. تقدري تحطي في القاعدة بلاستيك عشان تثبتيها او تخلي شكلها يظهر كده. تمام. وكمان تقدري تحطي كبسونة. تمام كده. المهم ان احنا هنعمل الشنطة بطريقة سهلة وبسيطة، ونتعلم ازاي نعملها سواء لكبير او لصغير. هستخدم بكرة خيط واحدة، وكمان هيتبقى منها يعني مش هستخدمها كلها، هيتبقى منها شوية. تمام. سواء استخدمتي خيط سميك او رفيع ايا كان مفيش مشكلة خالص. الاتنين هيمشوا زي الفل. وهستخدم طبعا اقل من نص بكرة خيط اللون الابيض للتزيين اللي احنا شايفينه ده. تمام. طيب هعمل اول السلسلة بتاعتي، والسلسلة دي هيتوقف عليها حجم الشنطة. اوكي. حجم الشنطة هو حجم السلسلة اللي انا هعمله. يعني انا هبدأ ب10 سلاسل لان الجزء ده هيكبر معايا فيما بعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. انا كده عملت 10. ارتفاع سلسلة، وابدأ ادخل في المكان ده. 1 2 3. اشتغلت في الزاوية دي 3، وهشتغل في الزاوية الأخيرة 3 عشان أنا عايزة أعمل قاعدة بيضاوي. تمام. هكمل غرزة حشو عادي لحد ما أوصل للجزء التاني أو للزاوية التانية اللي هحط فيها 3 حشو في مكان واحد. وصلت لآخر سلسلة اهي، هدخل فيها 3 مرات حشو. 1 2
3 في مكان 1 واكمل. تمام، حشو برضو لحد ما اقفل السطر معاكي. طبعا انا كل ما هشتغل سطر حجم الشكل البيضاوي هيكبر. تمام، انا كده وصلت لاخر واحدة. هقفل شغلي معاكي بمنزلقة في اول سلسلة اتعملت اهو. تمام، ارتفع سلسلة واشتغل حشو، واهو المنتصف بتاعي اشتغل فيه برضو 3. لو هتتلخبطي تقدري تحطي علامة من الناحية دي وعلامة من الحرف التاني عشان لو مبتدئة يعني ما تغلطيش وتبقى مشكلة. هشتغل 3 اهو في مكان 1 اهو، وارجع اكمل. اكمل حشو عادي فوق كل غرزة حشو، اعمل واحدة بس حشو ما عدا الحرفين بتوعي. تمام، تمام. طيب، لو تلاحظي ان كل ما بشتغل سطر بتلاقي القطعة كبرت اهو. الجزء اللي هدخل فيه 3 مرات المنتصف. يلا 1 2 سامحوني على صوتي بردانة 3، وهكمل عادي خالص لحد ما اوصل لهنا اقفل السطر بتاعي اهو. هتلاقيه دايما عالي ارتفاع السطر الجديد. عايزة برضو تعلميه اوكي، ما عندناش مشكلة. طيب، انا كده خلصت تاني سطر. تمام اهو، هقفل منزلقة اهو. ارتفاع سلسلة حشو حشو لحد ما دايما بوصل للمنتصف اهو. المنتصف بتاعي اهو. تمام اهو. هتلاقي دايما النقطة دي او الفراغ الاولاني فوقيه اهو واهو. والا علميها زي ما اتفقنا وريحي نفسك. 2 3. بصي بقى، بصي انا هشتغل ازاي. هشتغل السطر ده بنفس الطريقة 3 في مكان 1 وهنا 3 في مكان 1 كده. خلصت السطر لحد الاخر هقفل بمنزلقة. انا بقى هشتغل ازاي الجزء اللي جاي كله. سطر هعمل فيه تزايد وسطر لا، يعني انا هبدأ معاكي دلوقتي بدون تزايد. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل حشو فوق حشو بدون اي تزايد اهو. السطر اللي وراه هيبقى فيه تزايد في الحرفين فقط، اللي بعده هيكون ما فيهوش
تزايد. انا عايزة اعمل كام سطر؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. انا عملت كام؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. يبقى انا السطر ده هعمله بدون تزايد خالص. السطر اللي وراه هعمل تزايد اللي هو 3 من الحرف ده و3 من الحرف ده فقط، وابقى خلصت القاعدة بتاعتي. لو عايزاها اكبر هتشتغلي بنفس الطريقة اللي قلتلك عليها، سطر من غير تزايد وسطر فيه تزايد فقط، بس كده. كده خلصت القاعدة البيضاوي بتاعتي، وهبدأ في الشغل التاني. هعمل ايه بقى؟ هسحب الخيط بتاعي كده، تمام. وبعدين ارتفعت بس سلسلة، وهبدأ ادخل كده حشو كده. لفيت السطر كله، وصلت لآخر السطر، منزلقة، ارتفاع سلسلة. هبدأ بقى اشتغل ايه؟ اشتغل غرزة حشو برضو، يعني حشو حشو